يا أهلا بكل متابعين قصة فيلم. معانا النهاردة فيلم جديد، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ومش هوصيك بقى، شوب القهوة التمام ويلا بينا نبدأ. فيلمنا النهاردة بيبدأ مع الصحفية سلمى واللي بيتحقق في قضية غامضة، وبتقتحم بيت في المقابر وبتلاقي كاميرا موجودة قدامها وبتسرقها، وبتلاقي ان في راجل كفيف دخل عليها البيت وبتنسى موبايلها وبتهرب من البيت وبتوصل لشقتها وبيبان خيال على باب الحمام عندها، وبتشغل الفيديو اللي على الكاميرا وبتلاقي ان في واحد اسمه عاطف بيستغيث باللي بيصور له الفيديو وبيطلب منه يساعده، واللي عاوز يفهم اللي حصل له يدور في مذكراته اللي شايلها في شقته، وبيقول عنوان بيته في الفيديو. وبتروح سلمى تاني يوم شقة عاطف وبتدور على المذكرات بتاعته وبتلاقيها في الدولاب وبتاخدها وبترجع بيتها. وبنرجع قبل يومين لما داليا صديقة سلمى بتطلب منها انها تروح معاها التحقيق عن البيت اللي وقع على العيلة كاملة، وبتسأل جيرانها عن سبب الانهيار وبيقولوا انهم كانوا بيدوروا على آثار تحت البيت، وبيجوا واحد راكب حصان كان هيخبط سلمى وهي واقفة وبتشوف وشه، وبتيجي الشرطة لمنع داليا انها تكمل تصوير بأمر من مراد رئيس المباحث وطليق سلمى القديم. وبتروح داليا للقناة اللي هي شغالة فيها وبتعرض على مديرها فكرة استكمال التحقيق في الموضوع العمارة لأن الموضوع غامض بشكل كبير ومش مفهوم، وبيوافق المدير على تكملة التحقيق في الموضوع العمارة بشرط مساعدة سلمى ليها. وبتروح سلمى بيتها وبتبعت لها داليا فيديو ظهر في تسجيلات الكاميرا اللي كانوا بيصوروا قدام العمارة عن واحد طالع من حيطان العمارة ومعاه كاميرا في ايده، وبتقول لها داليا ان اكيد الكاميرا دي فيها حاجة او سر عن العمارة، وبتفتكر سلمى انها شافت الشاب ده لانه نفس الشاب اللي كان راكب على الحصان، وبتقول لها داليا انه اكيد خيال وانها هتنزل تدور عليه يمكن تلاقيه. وبتنزل نزلة السمان وبتسأل على الشاب اللي في الصورة اللي معاها وبيدلها واحد على بيته، وبتوصل بيته لسرقة الكاميرا وبتشوف الفيديو وبتاخد المذكرات بتاعت عاطف وبترجع بيتها، فبتتفاجئ بالشاب ده في وشها. وبعد ما بتهدى وبتكون داليا صاحبتها جات لها بيقول لها الشاب انه ما كانش قاصد يخضها وانه عرف بيتها من موبايلها اللي لقى بيته، وكان بيرن على الاستاذه داليا وهي اللي ادته العنوان علشان يرجع لها الموبايل، وبيقول لها انها لو عايزه الكاميرا تاخدها وانها كاميرا فقط. ده حتى لما سرقها من العماره صحي تاني يوم لقى الحصان بتاعه مات ودفنه في المقابر، وبيسيب لها الكاميرا وبيمشي. وبتبدا سلمى انها تقرا مذكرات عاطف واللي بيحكي عن قصه العماره، وبيبدا الفيديو مع عاطف هو داخل البيت عشان يشتريه من صحابه، واول لما بيدخل بيلاقي واحده ست بتقول له يهرب وان اللعنه هتصيبه في اقرب ناس ليه، وبيجي عم سيد صاحب البيت وبيقول له ان دي والدته كبيره في السن وعليها خف شويه وان اوراقه كلها جاهزه على التوقيع، وبيكون عاطف شغال كحول ودي شغلانه معناها انه بيشتري البيوت اللي عليها مشاكل في الورق او اللي متاخده وضع يد وبتتكتب باسمه لحد ما مشاكلها تتحل او لحد ما رئيسه يقدر انه يتصرف في البيت، وبيمضي على نفسه وصلات امانه ضعف المبلغ اللي بياخده كضمان حقه لرئيسه. وبدا يشتغل الشغلانه دي لان البازار اللي مشارك فيه شغله قل لان السياحه اتضربت وانه محتاج فلوس، وخصوصا لان مراته بعد جواز 10 سنين بقت حامل والحمل زاد عليه. وبيبدا عاطف انه يحلم بكوابيس وحشرات وانه مراته ماتت هي واللي في بطنها، وبيقوم مفزوع من النوم لكنه بيلاقي ان علامه عضه الحشره دي في الكابوس موجوده ومعلمه في ايده. وبتسيب سلمى المذكرات شويه وبتطلع على مراد رئيس المباحث وبتبص على ايديها وبتلاقي نفس العلامه اللي قال عنها عاطف في مذكراته موجوده على ايديها، وبتدخل لمراد عشان تعرف التحقيقات وصلت لفين. وبيقول لها مراد ان المباحث ما لقتش غير جثه واحده البنت عندها 22 سنه اسمها حبيبه، وبيديها ملفها وصورتها وانها ما ماتتش بسبب انهيار البيت لكنها ماتت بسبب الاعتداء الجنسي عليها. وبتطلع سلمى من مكتب مراد وبتشوف حبيبه واقفه قدامها وبعدها بتختفي، وبتكمل سلمى مذكرات عاطف وبتعرف ان رئيسه بيأمره ان هو يقعد في البيت شهرين 3 لحد ما يتصرف فيه. وبينتقل عاطف ومراته سحر للبيت وبيقضوا ليله في البيت، وبتصحى سحر في نص الليل على صوت طفل بيعيط في البيت وبيكون النور قاطع، وبتستخدم شمع وبتطلع تدور على مصدر الصوت وبتنزل للشقه اللي تحتها وبتفضل تلف حوالين نفسها لحد ما نور الشمع بيطفي وبينور تاني لوحده، وبيتغير شكل سحر وبيبان ان في حاجه فيها. وبيوصل عاطف البيت وبيفضل يدور على مراته لحد ما بيلاقيها قاعده وبتعيط تحت بير السلم، وبتفضل تتحايل عليه انه ما يسيبهاش تاني لوحدها في البيت ده لحد ما بيتصل عاطف باخته مراته حبيبه علشان تقعد معاها في البيت وتاخد بالها منها وهو بره، وبيخليها تبات معاهم في نفس الشقه اللي في البيت. وبتبدا سلمى انها تحلم بكوابيس وبتشوف بنتها اللي ماتت بسبب اهمالها ليها، وبتشوف هلاوس انها بتنده لها وبتشوفها قدامها، وبتحكي لصاحبتها داليا وبتقول لها ان السبب ممكن يكون المهدئات اللي هي بتاخدها وانها تشغل نفسها بالتحقيق شويه ويمكن تخرج عن الحاله اللي هي فيها دي. وبترجع بيتها وبتكمل مذكرات عاطف وبتعرف ان بعد ما حبيبه عاشت معاهم في البيت بدا عاطف انه يتشد لحبيبه ويعجب بيها وان بالفعل حصل بينهم حاجه، لكن بيجي لسلمى تليفون وبيفصلها عن قرايه المذكرات، وبيكون اتصال من داليا وبتقول لها ان الست فخريه والده صاحب البيت القديم دخلت مستشفى المجانين، فبتروح لها سلمى تاني يوم علشان تزورها وبتسالها عن البيت وانه وقع على اللي فيه، وبتقول لها فخريه ان السر في البرديه دي وبتديها لها في ايديها. وبترجع سلمى بيتها بالبرديه وبتكون الكاميرا بتاعت عاطف شغاله لوحدها، وبتكمل سلمى قرايه المذكرات
المذكرات، وبتقرا ان حبيبه بقت تتجنب انها تتعامل مع عاطف بعد اللي حصل بينهم. وفي يوم بيسمع صريخها وبيجري على الحمام وبيلاقي سحر مراته منتحره في البانيو، وبتفضل حبيبه حزينه على موت اختها ومحمله نفسها ذنب موتها بعد اللي حصل بينها وبين عاطف. وبيقول لها عاطف انه عايز يصلح غلطته ويتجوزها، وبيتجوزوا فعلا، وبيروح يحكي اللي حصل لرئيسه واللي بيتبسط باللي حصل، وبيتاكد طالما الاحداث حصلت يبقى في لعنه في البيت فعلا، وبالتالي في مقبره تحت البيت. وبيطلب من عاطف انه يسيب البيت لانه خلاص هيبتدي ينقب عن المقبره. لكن عاطف بعدها بيقابل ياسر صاحبه وبيحكي له على اللي حصل، واللي بيقترح عليه انهم يحفروا هم الاول وياخدوا اللي في المقبره قبل ما رئيسه يكوش على كل اللي فيها. وبيجهز ياسر الناس المسؤوله عن حفر المقابر وبيجي بيها على بيت عاطف، وبيكون منهم الدجال صبيح واللي المسؤول عن فتح المقابر مقابل انه ياخد ربع اللي فيها. وبيبدا صبيح انه يعمل الشعائر بتاعته، وبيقدر انه يحضر جن وبيطلب منه انه يدله عن مكان المقبره. لكن قبل ما يقول له الجن مكان المقبره بتدخل حبيبه عليهم وبتكسر الشعائر دي وبتلفت انتباههم كلهم ليها. لكن صبيح بيقدر يحدد مكان الحفر بعدها. وبعد ما بتفهم سلمى القصه بتبدا انها تبحث عن اصل البرديه اللي معاها وبتترجمها، وبتروح لدكتور اثار وبيقول لها ان البرديه دي اصليه، وان النص اللي فيها اتقرا على مقبره الاله ست اله الشر عند الفراعنه وانهاء سحر عشان ما يتمش احيائه مره تانية زي ما الاسطوره ما بتقول، وان المقبره مقرا عليها السحر ده، اي حد هيقرب لها او هيقرب للبرديه دي هتصيبه لعنه الفراعنه. وبيبان ان حبيبه كمان اتلبست وشكلها بيتغير، وبتبدا تغري ياسر انه يطلع لها شقتها ويسيب بقى الرجاله تحفر لوحدها، لحد ما عاطف بيرجع من مشواره. وبيبدا عاطف بسبب شكه في حبيبه مراته انه يصور كل حاجه بالكاميرا بتاعته، وكل ما كارت الذاكره بتاع تليفونه بيتملي بيجيب غيره، لحد ما بيقدر انه يثبت خيانه مراته ليه. لكن ياسر بيضربه على دماغه وبيربطه جنب الحفر علشان يدفنه بعد ما يلاقوا المقبره. وبيتكلم ياسر مع صبيح وبيقول له انهم بقالهم 5 ايام بيحفروا ولسه مفيش جديد ولازم يبقى في حل. وبيقول له صبيح ان في حل اخير، وهو انه يغتصب حبيبه ويمارس الرذيله معاها على ارض البيت عشان يفكوا الطلسم ويبان مكان المقبره. وما بيعترضش ياسر وبيوافق على كلام الدجال، وبتحاول حبيبه انها تهرب من البيت لكن الرجاله بيمسكوها وبيغتصبها صبيح وبتموت اثناء الاغتصاب، لحد ما بيقدر عاطف انه يفك نفسه وبيقوم يقتل كل اللي موجودين بما فيهم ياسر والدجال، وبيتهد البيت بسبب الحفر اللي موجود تحته. وبكده بتفهم سلمى سبب وجود جثه حبيبه تحت البيت وسبب انهياره. وبتقابل داليا وبتحكي لها كل اللي عرفته، وان مقبره ست مقبره ملعونه، وان في كتب الدلالات الرمزيه بتقول ان المقبره محروسه ب4 حراس بينقلوا المقبره كل سنه لمكان مختلف كل يوم 14/8، ومعنى كده ان المقبره هتتنقل من تحت البيت اخر الاسبوع، وان الحراس دول بيتسموا باولاد حرس ومهمتهم نقل المقبره علشان محدش يلاقيها وما يتمش احياء ست اله الشر من جديد حسب الاسطوره. وبتقول سلمى ان الغريب ان عاطف قدر يكتب قصته وسجل فيديو على الكاميرا وهو المفروض انه مات تحت الانهيار، يعني ملحقش يكتبه او يسجل فيديو لانه المفروض ميت. وبتقرر سلمى انها تروح البيت وتجيب كروت الذاكره من تحت عتبه البيت، لكنها بتلاقي مراد موجود هناك وبياخدها لمكتبه وبيقول لها ان في جديد في القضيه، وبيقول لها كلام غريب ومختلف تماما عن اللي كان مكتوب في المذكرات، زي ان سحر وحبيبه امهم تبقى فخريه اللي موجوده في مستشفى المجانين وصاحبه البرديه، وان عاطف هو اللي حط فخريه في المستشفى عكس اللي هي قالته في المذكرات، وان عاطف ما اشتراش البيت ده كان ساكن فيه مع حماته وبينقبوا على الاثار سوا. اما سحر انتحرت وهي حامل لما امها اتجننت، فعاطف رماها في المستشفى وكمل تنقيب بسبب طمعه، واتجوز حبيبه بعد موت مراته وجاب ياسر يحفر معاه، وبيديها صوره للعيله وبتلاقي ان عاطف في الصوره غير اللي كان موجود في الفيديو. وبترجع البيت وبتلاقي ان موبايلها بيرن وبتلاقي عاطف بيكلمها وبيطلب منها انه يقابلها، وبتاخد معاها المسدس بتاعها احتياطي، وبيكون العسكري بتاع مراد مراقبها وبيبلغ مراد بتحركاتها. وبتوصل سلمى لعاطف وبيقول لها انه عايز يفتح المقبره وينقذ العظيم ست، وان السلسله اللي معاها هي اللي هتخلي خدام المقبره تحت تصرفها، وعايز التعويذه اللي في البرديه. وبيقول لها ان السلسله كانت مع فخريه لانها كانت طمعانه في الثروه، لكنها رمتها بعد موت بنتها، وبعدها لقاها راجل وعرضها للبيع، وساعتها بنت سلمى لبستها واخدتها بالصدفه بعد موت بنتها هي اللي لبستها. وبتحاول سلمى انها تقتل عاطف اللي واقف قدامها، لكنها بتوجه السلاح ناحيه مراد اللي جالها وبيفتكر انها بتحاول تقتله هو، وده لان عاطف محدش بيشوفه الا هي بس. وبيضطر مراد انه يضرب سلمى في كتفها علشان يدافع عن نفسه، وبيديها العين. وبيبان ان عاطف وداليا اللي هي زميله سلمى من جنود ست، وكل هدفهم انهم يلاقوا المقبره ويعيدوا احياء ست اله الشر من جديد، لكن خطتهم فشلت بسبب ضرب سلمى بالرصاص وفقدان السلسله اللي هتساعد في فتح المقبره. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده، ومش هوصيك بقى لو اول مره تشوف افلامنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في صفحه قصه فيلم على الفيسبوك عشان تتابعونا اول باول. هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف تحت. سلام.